وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بالخميره. وكنت عايزه اعمل لكم كمان من غير خميره، خميره حلو برضك، والنتيجه هتطلع جميله ممتازه. انا عملته كذا مره من غير خميره كان حلو، بس باذن الله اعملها لكم مره تانية. المره دي هنعمله بالخميره. معايا بسم الله الرحمن الرحيم، معايا 4 قرون فلفل الوان زي ما حضراتكم شايفين، احمر واصفر واخضر. ومعايا بتاع 4 بصلات كبار. ومعايا كيلو لحمه وفيها نسبه دهن عشان اهديها، اهم حاجه دي اللي بتخلي طعم الحواوشي حلو. ماشي، هنبدا نعمل العجينه الاول وبعد كده نعمل مع بعض اللحمه. بص حبايبي، احنا كده هنعمل بقى. انا معايا هنا، اللهم صل على النبي، معايا 1.5 كيلو دقيق. تمام. حاطه معلقتين كبار خميره، معلقتين سكر، معلقه ملح، رشه بيكنج باودر. تمام. هنحطهم هنا على الخليط بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كوبايتين ميه دافيه. نقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. نقلبهم كويس ونحط الميه. لو عايزين حابين تحطوا كوبايه لبن، تحطوا لبن كوبايه وكملوا بميه دافيه، واللبن برضو يكون دافي. اتاكد بس ان تقلبوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي نبتدي بقى نحط الميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده بقى ونعجن. قايله لكم طالما ايدينا نضيفه خلاص نعجن، مش مستاهله ان احنا نلبس جوانتي. طالما ايدينا نضيفه نعمل حاجتنا عادي. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده، وبعد كده نحط الميه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما قلت لكم على فكره، برضك من غير الخميره جربت والله العظيم كان جميل جدا. برضك انا بقول لكم كده هعمله معاكم ان شاء الله، هيعجبكم باذن الله، هيديكم نتيجه كويسه. هيبقى زي لما بتعملوا الفطير المشلتت بيبقى رقيق كده وبيبقى هاشش، هو بيبقى بنفس الطريقه دي. بصوا يا حبايبي، حطيت بقى معلقتين زيت كده، هيخلوا العجينه حلوه قوي. هما معلقتين بس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اقلبها بس بقى في قلب بعضيها كده، وبعد كده اوريها لكم. بصوا يا حبايبي، خلاص هي كده ما شاء الله العجينه كده جميله جدا اهي. هحطها بقى تخمر شويه عقبال ما نعمل اللحمه بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. نحطها بقى تخمر. بصوا يا حبايبي، خلاص العجينه اهي ما شاء الله بقت جميله جدا معانا اهي. خلاص هحطها بقى في قلب الطبق بتاعنا واسيبها لمده نص ساعه. نحطها في قلب الفرن لمده نص ساعه، وبعد كده بقى نرجع نشكلها مع بعض. بصوا يا حبايبي، خلاص انا حطيت كيلو اللحمه وحطيت الفلفل الالوان بتاعنا على بعضيه اهو. وهنا معايا معايا البهارات بتاعته. معايا فلفل اسمر، معايا مرقه فوريه، معايا 7 بهارات، معايا في تحويجه بتتباع بتاعه الحواوشي، ومعايا كمون، ومعايا توم باودر وبصل باودر وملح. دي كل التتبيله بتاعتنا اللي احنا هنحطها. ماشي. هحطها بقى هي بقى على اللحمه. خلاص كده حبايبي حطيتها على بعضيها. احاول ان انا اقلبها بقى جامد، واحده واحده كده هقلبها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما انا قايله لكم ايدينا نظيفه يبقى خلاص مفيش اي مشكله ان احنا نقول لا لازم نلبس جوانتي زي ما انا قايله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اقلبها بس ليه؟ عشان الانسجه كلها تدخل في بعضيها مع الفلفل واللحمه والحاجات دي تبقى كلها مع بعض. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى لو حاسين اني لسه عايزه ملح حطوا مرقه
فوريه. انا بحب احط المرقه الفوريه قوي في كل الحاجات اللي انا بعملها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص كده انا ايه هحطها بقى على جنب لغايه ما نطلع العجينه ونشكلها بقى مع بعض. بصوا يا حبايبي العجينه اهي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله الله اكبر اهي. نقطعها بقى ايه زي ما احنا عايزين نقطعها. بس يا حبايبي العجينه ما شاء الله اهي. شايفين عامله ازاي؟ حاول بقى ايه شوفوا بقى الايه تقطعوها تعملوها قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهي. دي كبيره على قد الرغيف، ممكن نقللها شويه نخليها 2 اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين على قد بقى الرغيف اللي هتعملوه. بسم الله الرحمن الرحيم. على قد الرغيف تقطعوا الايه التقطيعه اللي انتوا ايه حابينها عايزينها. بسم الله اهي. قطعها بس انا هحضرها بعد كده نحط ايه نحط اللحمه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد مش تاني. بسم الله الرحمن الرحيم كده. حسيتوا ان هي ملزقه في ايديكم تحطوا ايه شويه دقيق. اكمل بقى الباقي على كده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي اهي انا خلاص. هنعمل ايه في كذا طريقه تعملوا بقى الحواوشي تمام اهو. نعمل مثلا ايه نفردها كده الطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده كده مثلا نفرد برضو التانية عشان ايه تتدور معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هحاول بس اظبطها اهو. خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه بتاعتنا اهي. بسم الله افردها بقى كده اهي. افردها بقى على قد ايه على قد الرغيف بالظبط. ليه انا بعمل كده بقى؟ علشان الاولاد لما بيلاقوا ايه حتت في الحرف ما فيهاش لحمه ما بيرضوش ياكلوها، بيروحوا شايلين الحتت اللي في الحرف وبيروحوا رامينها. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ايه تبقى كلها فيها الايه الحروف بتاعتها فيها اللحمه تمام. وفي نفس الوقت انا مش عايزاها ان هي تكون ايه من جوه تكون تخينه قوي. فانا بحاول ان انا ايه بقدر الامكان ان انا ببططها وافردها كده. خلاص كده فردتها اروح واخده الايه الجزء التاني. بسم الله. بس انا ايه افرده سنه كده حاجه بسيطه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم عشان يديني ايه نفس الحجم بتاع القرص الاولاني. احاول ايه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شدها كده اهو. هوريكم برضو التانية عشان ايه حابين تعملوها كده اوكي، مش حابين تعملوها بقى ايه بالطريقة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد بس الحرف كده كده حاولوا تضغطوا عليها علشان لما تخمر شويه ما تعلاش تروح ايه مفروده مننا اهي كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اروح ايه تانيها لفوق كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده بالطريقه دي. شايفين ازاي اهي كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل كده علشان ما تفردش مننا. شايفين ازاي اهي. تانية كده فوق تانية كده، تانية تانية. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي لغايه ما نوصل للاخر. كذلك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهي يا حبايبي. خلاص كده نحطها بقى ايه في الصاج بتاعنا. بس يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم اهي. نحطها في الصاج كده اهي. في الطريقه دي هوريكم الطريقه التانية. بس يا حبايبي اهي اعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بس انا بقى ايه مش هاخدها احطها على ايديا كده، لا انا هعمل كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اللحمه بتاعتنا بسم الله كده. احاول بس ايه افردها كده اهي كده. بس بقى هنكمل فرد كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي اهي. هعمل ايه بقى؟ احط شويه لحمه تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بقى كده هلم العجينه كده على بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي. انا بعمل كده ليه؟ علشان انا جربت كذا مره ولقيت الايه الاولاد بقى اول ما بيلاقوا كده ما بياكلوش الحتت اللي في الحروف. الحتت اللي في الحروف دي بيبقى ما فيهاش ايه، ما فيهاش لحمه. فانا جربته ايه وقلت لا اعملها لهم بالطريقه دي. انا فردتها شويه علشان اللحمه تبقى في الجناب. تمام، هو ده اللي انا ايه قصدي فيه اهو. ودي هنلمها كده عشان ما تفكش معانا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي كده. خلاص اروح فردها بقى كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده اللي انا ايه قصدي فيه اهي. خلاص اهي. برضو بحطها ايه في الصاج بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كده وفي كده وفي برضو طريقه تاني من الجنب وهوريها لكم برضك. بس يا حبايبي خلاص كده هفرد. بسم الله الرحمن الرحيم الطريقه دي. انا عندي بقى جوز ما بيحبش الايه، ما بيحبش ولا بالعجينه ما بيحبهاش. فانا هعمل له برضك ايه، هعمل له عيش من بتاعنا العادي. هحط له فيه ايه، احط له فيه اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان هو ما بيحبش العجينه خالص، احنا انا والاولاد اللي بنحبها. فدي طريقه ايه تالت طريقه اقول لكم عليها اهي. نعمل كده بسم الله اهو زي ما قلت لكم. نحاول نفرد ونحاول نحط اللحمه علشان الاولاد ما يرموش الحروف بتاعتها عشان حرام اهو. هعمل كده. التالتة دي كأنها سندوتش زي السندوتش بالظبط اهي كده الطريقة دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. واروح ماسكة التانية كده واروح عاملاها كده اهي بالطريقة دي. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان محمد رسول الله. شايفين حبايبي اهو بنفس الطريقة كده. هعمل بقى كده اهي. يعني
نقدر نشكل في العجين زي ما احنا عايزين. في حاجات كتير قوي ممكن نشكلها، بس احنا بناخد ايه طريقة الحواوشي بتاعنا الاصلي، التدويرة بتاعته بتاعت العيش البلدي. لكن العجين اساسا عامة بنشكل زي ما احنا عايزين، ليه تشكيل كتير قوي. فانا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا هخلص الباقي وارجع لكم بقى باذن الله لما اجي ندخله الفرن. تمام. بص حبايبي انا كده خلاص اهو. هنعمل ايه بقى؟ انا بص حاطه ايه، صفار بيض، شويه قهوه، ماشي اهو، قهوه وصفار بيض ومعلقه لبن. تمام اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ندهن بقى الوش كده بتاعنا. على فكره هم بره مش بيعملوا كده، بره بيدهنوا الوش زيت بس احنا بقى في بيتنا بنحب ان ايه نعمله بالطريقه دي كده، بيبقى احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. عمل لي كميه كتيره ما شاء الله، عشان انا عامله ايه 1.5 كيلو ايه عجينه دقيق، ف عمل لي كتير ما شاء الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحطوا الشبكه من تحت، تخلوه ايه، تخلي الصاجه محطوطه من تحت. انا بصوا ان الرغيف ده انا مش هحط هنا، انا حاطه ايه سمسم على حبه بركه، فانا هعمله في الرغيف ده عشان الاولاد ما يحسوش ان ايه ان ده مش حواوشي. فبرضك ايه هيبقى جميل جدا، هيعجبكم اهو. في الرغيف ده بس ان انا ايه عاملاه بالشوكه هحط فيه، والباقي هسيبه زي ما هو، لكن الشكل ده انا هحط فيه اللي انا عاملاه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو بيدي ريحه وطعم حلو قوي. برضو حبه البركه اساسا مغذيه وجميله جدا للاطفال كمان يعني. هدخله بقى الفرن. وبص بقى بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي ايه فضل لحمه طبعا اهو، وانا جوزي كمان ما بيحبش الايه، ما بيحبش اللي بالعجينه، فانا قلت طبعا اعمل له بقى هو كمان بالعيش الايه البلدي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا بقى من ايه من بره كده لجوه كده بالطريقه دي. خلاص الرغيف اتملى معانا وبقى تمام اهو، شايفين ما شاء الله. الرغيف برضو التاني اهو هعمله كده، بس انا مش عايزه اطول عليكم، احطه بقى في الفرن واما يطلع هوريكم ايه ان شاء الله اتعمل ازاي. بص حبايبي انا طلعت اهو من الصاج، شايفين عامل ازاي ما شاء الله، جميل جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. بصوا هنا كده ما شاء الله اهو. بصوا الجمال، بصوا من الظهر بتاعه، بصوا ظهره عشان سخن بس اهو، ووشه ما شاء الله. شايفين حبايبي عامله ازاي، الله اكبر. وريحته بقى وما اقولكوش بقى، بصوا جميل جدا. انا المره اللي فاتت كنت عامله لكم ايه بالعيش البلدي اهو. تمام. بص حبايبي وده اللي انا كنت عاملاه، وحط عليه السمسم وحبه البركه اهو، جميل جدا برضو. يعني حابين تعملوا بالطريقه دي او الطريقه دي اللي يعجبكم تعملوا بيه، برضو هيدينا نفس النتيجه. المهم ان ما يكونش حروفها كلها تبقى فاضيه، دي اللي احنا بصينا عليها عشان الاولاد اهي. شايفين ما شاء الله بص عامل ازاي، عشان كده ميزت دوت ان بحبه البركه والسمسم اهو، جميل جدا. هقطع لكم برضو واحد واوريه لكم. بصوا حبايبي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طالع ازاي اهو. شايفين بصوا بسم الله ما شاء الله. بص حبايبي انا طلعت اهو من الصاج، شايفين عامل ازاي ما شاء الله، جميل جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. بصوا هنا كده
بصوا الجمال، بصوا من الظهر بتاعه، بصوا ظهره عشان سخن بس اهو، وشه ما شاء الله. شايفين حبايبي عامل ازاي؟ الله اكبر. وريحته بقى وما اقولكوش بقى، بصوا جميل جدا. المره اللي فاتت كنت عامله لكم ايه بالعيش البلدي اهو. تمام. بص حبايبي، وده اللي انا كنت عاملاه وحاطه عليه السمسم وحبه البركه اهو، جميل جدا برضو. يعني حابين تعملوا بالطريقه دي او الطريقه دي، اللي يعجبكم تعملوا بيه برضو، هيدينا نفس النتيجه. المهم ان ما يكونش حروفها كلها تبقى فاضيه، دي اللي احنا باصين عليها عشان الاولاد اهي. شايفين ما شاء الله؟ بص عامل ازاي. عشان كده ميزت دوت ان بحبه البركه والسمسم اهو، جميل جدا. اقطع لكم برضو واحد واوريه لكم. بص حبايبي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طالع ازاي